اهلا بيكم معانا. النهارده هنبدأ تجهيزات العيد. زي ما حضراتكم شايفين، كيلو دقيق وعليه ربع معلقة ملح. بشيل شوية دقيق وببدأ اعجن. هو العجينة كلها عبارة عن مية وشوية ملح صغيرين والدقيق. زي ما حضراتكم شايفين، انا مجرد العجينة ما لمت معايا هاخدها على الرخامة وهخدمها كويس وهنعمها. وبعد ما هنعمها هحطها في الطبق وهغطيها، هسيبها هنا ترتاح نص ساعة. وهنجهز الدقيق اللي هنبطط عليه الرقاق. دول شوية دقيق وعليهم معلقتين نشا. زي ما حضراتكم شايفين، النشا هنا اختياري، حابة تحطيهم براحتك، حابة تستغني عنهم زي ما تحبي. برش شوية دقيق على القطاعة وبعد كده ببدأ اقطع العجين زي ما حضراتكم شايفين. هنا بقى الحجم بتاعك انت زي ما تحبي، حابة تعملي كبير متوسط صغير، انا عملت وسط زي ما حضراتكم شايفين. هقطع واخلص تقطيع وهنريحها برضو كمان ربع ساعة هنا. كل ما يرتاح كويس كل ما يفرد معايا ويديني نتيجة كويسة. زي ما حضراتكم شايفين، هنرش شوية دقيق وهبدأ أبطط. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. ببطط بإيدي كده الأول وبعدين بالنشابة واحدة بواحدة كده وبفرد. طبعا أنا هنا ده رقاق لازم أتعامل معاه بالراحة خالص زي ما حضراتكم شايفين. ولازم يبقى طبعا في دقيق برشه طول الوقت علشان ما تلزقش في بعضها. هنا زي ما حضراتكم شايفين وانا ببطط اهو، باخد اول العجينة على النشابة، طبعا ببقى رشة دقيق وببدأ بفرد اهو. زي ما حضراتكم شايفين بفرد وبضغط وبشد، بسحب العجينة بايدي لبره عشان ترق معايا وتديني النتيجة المظبوطة بتاعته. زي ما حضراتكم شايفين اهو، باخد العجينة على اول النشابة وبعد كده بفرد وبسحب بايدي لبره زي ما حضراتكم شفتوا، وبنفضه كويس علشان خاطر الدقيق ما يتلسعش مني على النار. انا ببطط شوية وبفرد شوية. زي ما حضراتكم شايفين حطيت الصينية على النار سخنت. اول ما هتسخن هروح فردة الرقاقة عليها تستوي. هنا الرقاقة بمجرد ما بتشمع، لازم الصينية تبقى سخنة معايا قوي. اتشمعت بروح قلبها على طول. مجرد ما بتتشمع على الوشين بقلبها مرة واتنين لحد ما تستوي معايا وفي نفس الوقت تبقى نشفت. ما شاء الله، ده الرقاق شكله تحفة جدا، هيعجبك. ده السمك بتاعه. وانا كده هبقى خلصت الكمية كلها ودي النتيجة. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. اشوفكم على خير، كل سنة وانتم طيبين.